أحياناً بنكون نحن سبب كل مشاكلنا، نحن بس اللي لازم نلوم أنفسنا مش الآخرين. لأنه أحياناً كثير بنتظاهر بالغباء وقت اللي فهمنا، بنقول نعم وقت اللي لازم نقول لا، وقت اللي سكتنا وكان لازم نحكي، وقت اللي حنينا الراس وكان لازم نجابه ونتحدى. يمكن نكون السبب لأنه فضلنا مصلحة اللي ما يستاهل على مصلحتنا، سمحنا الأشخاص الغلط على نفس الغلط أكثر من مرة، فركبوا على ظهرنا وفكرونا بكل بساطة درويش ولا هبلان. ممكن نكون نحن السبب لأنه ما عرفنا قيمة أنفسنا وصغرنا من حالنا قدام اللي استغل الفرصة. بس طالما استوعبنا وفهمنا فلازم نتغير، وإلا بنستاهل كل شيء صار أو رح يصير فينا. إذا حبيت واحد خبره حتى يعرف، وعيد حتى يطمن، واشتغل بمحبتك حتى هو يوقن ويتيقن انك انت فعلا بتحبه. ما كثير تحكوا للناس عن محبتكم، خليهم يشوفوا المحبة في تصرفاتكم وبأعمالكم. أنا بعرف كثير ناس بتحب بس ما بتحكي. طب إذا ما حبيت ما حكيت للناس اللي بتحبها، لمين بدك تحكي؟ بتحب ابنك قل له، بتحب مرتك خبرها، بتحب حماتك ما بعرف، بخبركم يوم الأحد إذا الله أعطانا عمر. أجمل هدية بنقدمها للي بنحبهم إنه نخاف عليهم ونخاف الله فيهم. اللي بيحب ما بيجرح، اللي بيحب ما بينتقم، اللي بيحب ما بيفضح، اللي بيحب الخير للي بيحبه حتى لو كان مع حد غيره. الحب فعل مش قرقر. الفعل إنك أنت تأرجي حبك على أرض الواقع، أما قرقر حقه فلس وقت الغلا. سنة جديدة يعني بداية حياة جديدة، تعني أنك تتعلم من دروس السنة الماضية، تتعلم من الفشل قبل النجاح. نعم. المثل بيقول إن تعلمت من الفشل فأنت لم تفشل أبداً. لا تخلي الفشل يحبطك وينهي عزيمتك، ولا تخلي من ساهم بفشلك يفرح مرتين، مرة لأنك فشلت ومرة لأنك انتهيت. لا تعطيه الفرصة ليشمت فيك أبداً، بالعكس خلي الابتسامة على وشك، وهيك بتقهر فشلك وبتقهر اللي فشلك. انتصر على ضعفك حتى لو مثلت القوة أمام الآخرين. كن ضعيف بينك وبين نفسك، لا تورجي الآخرين غير قوتك. تصبح على خير. الموت حق، لهذا فالموت ليس أعظم مصائب الحياة، بل هو سنة الحياة. أعظم المصائب أن يموت الخوف من الله في قلبك، أن يموت ضميرك، أن يموت إحساسك بالآخرين ومصائبهم. أعظم المصائب أن تبني مجدك وسعادتك على آلام الناس وعلى حسابهم، أن تحاول التصغير من الآخرين واستزلامهم معتقدا أن ذلك سيكبرك. أعظم المصائب أن تكيل بمكيالين وأن ترى بعيون العاطفة والمصالح لا عيون المنطق والحقيقة المجردة. أعظم المصائب أن تبرر أسوأ الطرق من أجل أدنى الغايات وأكثرها أنانية وحبا للذات. أعظم المصائب أن تموت كل يوم 1000 مرة وأنت على قيد الحياة. هناك فرق كبير بين النقد والوقاحة، بين حرية التعبير وانتهاك حريات الآخرين. لو كنت بتحب شخص وبدك تنصحه، انصحه بينك وبينه، هي نصيحة. انصح ولا تفضح، عاتب دون أن تجرح. عامل الإنسان على حاضره مش على ماضيه، على عقله مش على عمره. ياما شفنا كبار بالتصرفات صغار، وصغار كتير بالفكر والوعي كبار. اختلف برقي، لا تدخل الأمور الشخصية بخلافات العمل أو اختلافات الرأي أو حتى الخلاف في المواقف. احترم الحدود، لا تنتهك الحرمات. كن راقي في حضورك وتعاملك حتى تحفظ كرامتك في غيابك. ومع هيك في بشر مهما فعلت راح ينتقدوك ويحسدوك ويهاجموك وحتى يشوهوا صورتك، ربما، وأقول ربما لأنك فقط أحسن منهم. علموا أولادكم وعلموا أنفسكم أيضا أن الأشياء بقيمتها وأهميتها وليس بثمنها. علموهم أن الصحة أهم من المال، وأن المال مهم ولكنه وسيلة لغاية وهي العيش الكريم، ولكنه ليس منتهى الحياة.
علموهم وتعلموا أن المال يمكن أن يشتري المرافقين والمنافقين، ولكن ليس الأصدقاء المخلصين. يمكن أن يشتري قصرا ولكن ليس بيتا. يمكن أن يشتري قطعة أرض وجنسية، ولكن لا يمكن أن يشتري وطنا. يمكن أن يشتري ذهبا ولكن ليس حبيبا. علموا أولادكم وعلموا أنفسكم أن تبحثوا عن القيمة وليس عن الثمن. علموهم وتعلموا أن المال هو أدنى درجات الرزق، وأنه فقير جدا من لا يملك غير المال ليتباهى به. لكي تعيش هذه الحياة عليك أن تتعايش وتتكيف مع جموحها وجنوحها، مع جنونها وهدوئها، مع جمالها وبشاعتها، مع عدلها وظلمها، بياضها وسوادها، مع أعاصيرها ونسائمها. لكي تعيش عليك أن تتجاهل وتنسى أو تتناسى، بل عليك أحيانا أن تتغابى، لأن الفهم يمكن أن يشكل ضغطا على أعصابك وخطرا على حياتك. عليك أن تتوقع الأسوأ وتفرح بالممكن وتقتنع بما هو مكتوب لك وتتقبل ما تفعله الحياة بك، لأنه بكل بساطة مصيرك وقدرك. حتى تعيش هذه الحياة لا تأخذها كثيرا على محمل الجد، فأنت في مطلق الأحوال لن تخرج منها حي.